يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا. تابعوني على قناتي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده هعمل رز معمر. عايزه اقول لكم انا مدمنه رز معمر يا جماعه، انا مدمناه فعلا. مدمنه رز معمر وافتخر بجد، بعشق الرز المعمر وبعمله بطريقه تجنن. اعملوه كده وجربوه على طريقتي وقولوا لي رايكم في الكومنتات ايه. ويلا بينا. هنجيب صينية على النار، واحنا مش هنستخدم غيرها بس اصلا. وهنستخدم لتر من اللبن، لتر واحد عليه كوباية رز واحدة عشان الرز كده يبقى متشرب بقى اللبن ويبقى فيه لبن حلو كده ويبقى طعمه حلو كده. فبلاش تزودوا كمية الرز، فهي كوباية رز واحدة على كيلو من اللبن. تمام. وبغلي اللبن الاول وبعدين طبعا بكون غاسله الرز كويس، وبضيف كوبايه الرز على اللبن المغلي وبقلبهم كده والنار شغاله. وبنزل بمكعب مرق الدجاج. وطبعا هنا بضيف الملح بتاعي، طبعا بتدوقيه على حسب زي ما انت عايزه. بتضيفي الملح، بتحبيه مالح بتحبيه مالح قوي زي ما انتوا عايزين. وبضيف شويه كده فلفل اسود، ربع معلقه فلفل اسود صغننه. وهنا بضيف بقى الزبده البلدي. عايزه اقول لكم تستخدموا في الوصفه دي الزبده البلدي او حاجه تكون كده حلوه، زبده بلدي سمنه حلوه. وبضيف 3 كبشات من الشوربة على الكمية دي بالظبط. وبحطه في الفرن. وعقبال كده ما بلاقي الجناب بتاعته اتحمرت في الفرن، بجيب كده بضاية ولا بيضتين، بحط عليهم شوية ملح وفلفل اسود كده وبقلبهم سوا وبحطهم على الوش. وكمان بطعمه بقى بحاجة تانية، بحتتين زبدة كده على الوش. بيدوله طعم حلو جدا. ولو عندك قشطة كمان وعايزة تدلعيه اكتر حطي زي ما انت عايزة. بصوا لونه وجماله، طعمه حلو جدا وريحته تجنن. بألف هنا وشفا.